متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد اللي كنتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوه. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يجي باش نتحدثوا على القرعه ديال دوري ابطال افريقيا لثمن النهايه ودور المجموعات اللي شارك فيها فريق الرجاء البيضاوي. القرعه ديال اليوم اللي غادي نفصلوا الفرق اللي كانت فيها ونتعرفوا على بعض المعلومات عليهم، وكذلك نشوفوا شنو هي الحظوظ ديال فريق الرجاء البيضاوي في التأهل لدور الربع النهاية اللي كلشي كيتمناه ويتسنى هذه المشاركة ان شاء الله. بطبيعة الحال كلشي فرحان مع المنتخب الوطني، وكنعاودوا نجدوا التهنئة بالانجاز الكبير اللي حققناه باننا تأهلنا لنصف النهاية، ولكن ضروري اننا خصنا نرجعوا باش ندويو على فريق الرجاء البيضاوي وكل الاخبار اللي كتعلق به. فقبل ما نبداو هذا الفيديو ونشوف التفاصيل، ما تنساوش لايك كومنتير. الناس اللي ما مشتركينش يشتركوا وياكتيفيو النوتيفيكاسيون باش يوصلهم الجديد ديال القناه. ونبدا. 16 الفريق اللي تأهلت لدور ثمن النهاية وعصبة الأبطال من بعد الأدوار التمهيدية اللي دارت قبل. لذلك في الاتحاد الافريقي كيوزعهم ربعة المجموعات، كما عادة كل مجموعة كيكونوا فيها 4 الفرق. فريق الرجاء البيضاوي كان متمركز في القبعة الأولى إلى جانب كل من الترجي الأهلي والوداد بناء على النتائج اللي حققوهم في السنوات الماضية. الرجاء جات في مجموعة في المتناول، بحيث غادي يواجه كل من فريق سيمبا التنزاني، حرية كوناكري و FC فايبرز من أوغندا. المجموعة ديال فريق الرجاء ما فيها حتى شي فريق عربي، وهذه فيها حاجة سلبية وحاجة إيجابية. الحاجة الإيجابية هو أننا ما غاديش نواجهوا فراقي من الكبار في هذا الدور المبكر، والحاجة السلبية فريق قد يكون عنده تنقلات كبيرة الأعماق إفريقيا باش نواجهوا هذا الخصوم. ولكن الرأي ديالي أنا، اللهم ديبلاسمون طويل ولا تواجه بعض الفرق العربية اللي كلشي كيعرف طريقة اللعب ديالهم كي دايره، اللي ما كتكونش مبنية على الكرة، وغالبا ما كيدخل فيها تحكيم وكذلك امور اللي كتخرج على كرة القدم بشكل كبير. هذه المجموعة الثالثة فيها فريق الرجاء البيضاوي هو الأقوى من بينات الفريق من ناحية التاريخ، السمعة والألقاب ديالو في أفريقيا، بحيث متوج بعصبة الأبطال 3 ديال المرات، وما كاين حتى شي فريق هاد الأندية الثلاثة حقق هذا اللقب. أعرق فريق في هذه المجموعة هو فريق سيمبا التنزاني اللي تأسس سنة 1936 وبدأ كيشارك منذ الألفينات بشكل كبير، وأقصى ما وصل ليه هو ربع النهائي عصبة الأبطال، وما عندوش شي إنجازات كتيرة. كيجي من موراه فريق فيبرس الأوغندي اللي تأسس سنة 1969، دا الشامبيون ديال أوغندا 5 المرات، وهذا العام تسبب في إقصاء تيبي مازيمبي من بعد ما انتهت المقابلة ديال الذهاب والإياب بصفر لمثله، ومشاو لضربات الترجيح وتأهل ب4 الأهداف مقابل 2. فريق حرية كوناكري اللي تأسس سنة 1975 واللي كيواجه الأندية المغربية بشكل كبير، كذلك ما سبقش ليه ودا هذا اللقب. اخر مواجهه جمعت ما بين الرجاء وحريه كوناكري كانت في دور المجموعات، بحيث انتصرنا عليهم في مركب محمد الخابس ب1-0، وانهزمنا معاهم في مقابله الاياب في غينيا ب2-1. بالنسبه للحظوظ ديالنا في هذه المجموعه فهي حظوظ وافره للتاهل بالمركز الاول على الورق بالنسبه للارقام والتاريخ، وكذلك الدور الكبير اللي كتلعبوا جماهير فريق الرجاء البيضاوي بحال هذه المنافسات. ولكن هذا ما كيعنيش ان اللعابه خصهم يديروا في راسهم هذه الفكره، حيت جميع الفرق كتبقى عندها الحدود ديالها وما كتعرفش الكره وشنو كتعطيك. واكبر دليل هو ان المغرب كيتواجد في نصف النهايه ديال كاس العالم اللي حتى شي واحد ما كانش كيتوقعه وصل لهذه المرحله، وهذا درس كبير خاص الرجاء تاخذه وتناقش المقابلات ديالها كامله بدون تهاون او استهزاء بالخصوم، حيث كما شرت قبل فريق فيبرس اللي كان مغمور وحتى شي واحد ما كيعرفو في افريقيا قصى فريق تيبي مازيمبي اللي كلشي كيعرف القوه ديالو والصيت ديالو في افريقيا. مباريات ديال دور المجموعات ما غينطلقوا حتى 10 فبراير من بعد ما تسالي كاس افريقيا للاعبين المحليين اللي غتقام في الجزائر. لذلك فالمدرب والطاقم التقني ديال الفريق امامهم وقت كبير لدراسه هذه الخصوم والاعداد ليهم بشكل غيخلي فريق الرجاء البيضاوي يتاهل باريحيه ان شاء الله للدور المقبل، وتعزيز الفريق اللاعبين المناسبين اللي غيقوموا بهذه المهمه ورجعوا فريق الرجاء البيضاوي للمكانه الطبيعيه ديالو، هي التتويج باللقب او على الاقل الوصول للمربع الذهبي. فكامل التوفيق الرجاء البيضاوي في
في هذه المنافسات الافريقيه وكذلك حتى الوطنيه. وهنا غنكون وصلنا لافان ديال هذا الفيديو اللي حاولنا نقربكم من قرعه ديال فريق الرجاء البيضاوي وكذلك الخصوم اللي غادي يواجههم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.